السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ معاكم مهندس محمد هشام مصطفى من قناة اركتكت محمد هشام. ان شاء الله يا شباب احنا في الفيديو ده هنتعلم برنامج الدي 5 ريندر. قبل ما نبدأ يا شباب عايزكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو النهارده يا شباب احنا هنتعلم برنامج الدي 5 ريندر. طيب، ممكن تسأل نفسك سؤال، انت ليه محتاج تتعلم الدي 5 ريندر؟ ببساطة كده يا شباب لان الدي 5 ريندر من اقوى البرامج اللي لسه ظاهرة جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. وشكرا شكرا شكرا جدا ليكم يا شباب، القناة كل يوم بتكبر. يلا بينا نبدأ. تمام يا شباب، أول حاجة هنعملها دلوقتي وإن إحنا نروح نفتح البرنامج. بتاع البرنامج يا شباب بيبقى عندك دي الويندو بتاعة البرنامج، زيه زي أي برنامج. في عندك نيو لو أنت لسه هتعمل مشروع جديد، اوبن لو أنت عندك مشروع أنت كنت شغال عليه قبل كده وعايز تكمل، وهنا ريسنت ده آخر حاجة أنت كنت شغال عليها، والورك فلو والإكسبلور. الحتة دي كده زي ما قلنا دي اللي موجودة في أي برنامج. طيب إيه الحاجات اللي هنا دي كلها؟ هنا بيقول لك الحاجات الجديدة دي 5 ريندر نزلها أو الأخبار عن البرنامج. هنا دي كده كلها سينز هو حاططها لك إن أنت تجرب. هنا زي ما انتم شايفين أنا داخل بالحساب بتاعي. تعالوا نشوف بس حاجة عشان تبقوا انتوا فاهمينها، هي الورك فلو. الورك فلو ده إيه يا شباب؟ في الفيديو كنت نزلته قبل كده ان انا ازاي اعمل لايف سينك او ان انا اربط برنامج السكتش اب بالدي 5 ريندر، بحيث انا لو غيرت حاجه في السكتش اب على طول تتغير لي في الموديل في الدي 5 ريندر وانا شغال. بننزل السكتش اب والسكتش اب لايف سينك، بعمل لهم داونلود. تمام، تضغط هنا وتضغط هنا عادي ما فيهاش اي حاجه، وهتروح تفتح برنامج السكتش اب هتلاقي البلجن بتاع دي 5 ريندر نزل عندك. طيب انا دلوقتي يا شباب مش محتاج دلوقتي الورك فلو في حاجه، انا دلوقتي عايز اعمل كاني ان انا هبدا في برنامج نيو، فادوس نيو. تمام يا شباب، لما بتفتحوا البرنامج في عندك هنا حاجه اسمها البيجنرز جايد، هنا بيرشدك او بيعلمك ازاي تبقى او تستخدم البرنامج. احنا هندوس دونت شو اجين وهنبدا، او ممكن نعمل هيكس وخلاص. طيب واحده واحده كده يا شباب، لو جينا لاحظنا هنلاقي ان البرنامج عندي متقسم 3 حاجات. جزء على الشمال وهو الجزء ده كده، والجزء اللي في النص وده اللي هو فيه العالم بتاعي او اللي هيبقى فيه الموديل بتاعي، وجزء على اليمين وده فيه الافكتات والانفايرومنت والهيدرا، وهنشرح كل ده بالتفصيل. تمام يا شباب، اول حاجه عايزين نعرفها في البرنامج هو احنا ازاي نمشي جوه البرنامج. لو جينا ركزنا يا شباب هنلاقي ان في 3 ايقونات عندي فوق، وهم من الشمال لليمين عندي الكاميرا وعندي الديسبلاي وعندي ايقونة تالتة. طيب تعالى نمسكهم من اليمين للشمال. لو جينا عملنا هنا، طيب هنا يا شباب ده بيحدد لي الحركة جوه الفايل بتاعي هتبقى عاملة ازاي. عندي اوربت وعندي فلاي. طيب الاوربت ده يا شباب هو دلوقتي متفعل على وضع الاوربت ده، الديفولت بتاعه ان هو يبقى اوربت. الاوربت ده معناه ايه يا شباب؟ ان انا بالماوس بتاعي اقدر ان انا اجي اتحرك يمين وشمال واطلع وانزل لتحت. هي الوضع الاول اللي هو اوربت، وده بيبقى الوضع الديفولت بتاع البرنامج. وعندي فلاي. طيب احنا دايما هنختارها فلاي لان فلاي دي آه زيه زي برنامج اللوميون او زيه زي اي لعبه لو انتوا كنتوا بتلعبوا العاب زمان على الكيبورد، اللي هي الاي بيجي يمين والدبليو لفوق والدي لقدام. طيب لو جينا جربنا كده، طيب انتوا هنا مش ملاحظين ان انا بمشي لان مفيش حاجه تبين ان انا بمشي. طيب خلينا دلوقتي لما ندخل موديل هنبين ان دلوقتي احنا ازاي بنمشي. بعد ما بنختار فلاي يا شباب هنلاقي ان تحت هنا في السرعة اللي انا بتحرك بيها. طب يا شباب عشان نبين اكتر ازاي احنا بنتحرك خلينا نروح ننزل موديل معين ونرجع تاني. زي ما انتم شايفين يا شباب انا دلوقتي نزلت الشجرة دي عشان ابين بس احنا ازاي بنمشي وبنتحرك. احنا قلنا يا شباب ان احنا هنختار فلاي. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب انا لو دلوقتي دايس دبليو عشان اطلع قدام، الحركة بتاعتي مش سريعة قوي. تمام، وفي نفس الوقت انا مثلا عايز اسرعها، فبيجي هنا دور القايمة دي يا شباب اللي هي رقمها 5. كل ما بعلي الرقم، لو انا دلوقتي مثلا خليناه 29، هتلاقيني ان انا بقيت برجع بسرعة وبطلع لقدام بسرعة. كل ما بعلي الرقم ده كل ما الحركة بتاعتي في البرنامج السرعة بتاعتها بتزيد. تمام، تالت قايمة عندنا يا شباب ودي هي ارتفاع الكاميرا عن سطح الأرض. زي ما انتم شايفين كده لو أنا عليت يا شباب النسبة دي هتلاقيني إن أنا بطلع لفوق. رابع حاجة عندنا وهي الزاوية بتاعة الكاميرا أو الكاميرا لفة ازاي. فلو جينا هنا كده وزودنا القيمة هتلاقي إن الكاميرا بتاعتي
بتلف معايا بكذا زاوية او بالزاوية اللي انا عايزها. ممكن ادخله الزاوية اللي انا عايزها مثلا 90 درجة، هتلاقي دي زي ما انتوا شايفين كده الكاميرا بقت على 90 درجة. تمام يا شباب، تاني حاجة دي وهي الديسبلاي، دي مش هنشرحها دلوقتي، مش هنحتك بيها او مش هنستخدمها دلوقتي. خلينا نروح على تالت حاجة وهي الكاميرا. اول حاجة عندي في الكاميرا عندي هنا الاكسبوجر وهي السطوع بتاع الكاميرا او السطوع بتاع الاضاءة اللي داخلة للكاميرا بتاعتي. لو جينا في اول حاجة عندنا هنا يا شباب والاكسبوجر، هنلاقي ان الديفولت بتاعه ان هو يعمل لي ان الاكسبوجر هو اوتو. فلو جينا مثلا قفلناها هنلاقي زي ما انتم شايفين كده ده المود اللي بيبقى في البروجكت بتاعي، ولكن دايما احنا هنخليه دلوقتي اوتو لغاية لما نبدأ احنا نعمل الافكتات بتاعتنا. طبعا متاح ان انا ادخل القيمة بتاعت الاكسبوجر بتاعي، ممكن اقللها ممكن ازودها براحتي. نيجي للجزء الخاص بالكاميرا تحديدا اكتر. هنا دي الزاوية اللي الكاميرا بتبص بيها، بمعنى ان انا كل ما بزود القيمة دي هتلاقيها ان الزاوية او الكاميرا بترجع لورا، وكل ما بقلل القيمة دي الكاميرا بتطلع لقدام اكتر او بتعمل زوم ان على الشيء اللي انا عايزها تزوم عليه. ولكن دايما احنا بنخليها 90، ده الاستخدام الطبيعي. نيجي لتاني حاجة عندنا وهي الديبس اوف فيلد. طيب الديبس اوف فيلد يا شباب الديفولت بتاعها ان هي مش بتبقى متشغلة او مش معمول لها اون، هي بتبقى دايما اوف. طيب الديبس اوف فيلد دي فايدتها ايه؟ لو عايز اخد شوتات فيها فوكس وان فوكس، فمثلا لو انا عندي الشجرة دي، لو انا مثلا جيت عملت الشجرة دي كوبي، جيت عملت لها كوبي زي كده وحطيت مثلا شجرة وراها هنا، دوس اسك عشان اخرج بره البلوك، ورجعت تاني للكاميرا وجبت الديبس اوف فيلد بتاعي عملته اون. لما بعمله اون يا شباب زي ما انتم شايفين هنلاقي السيت فوكس دي نورت فتحت. لو احنا كنا واخدين بالنا لو هي كانت مقفولة كده كانت مش متنورة. لما بعمل لها اون دلوقتي الايقونة بتاعتها بتنور، وهنا بيقول لي اختار الحاجة اللي هيبقى معمول عليها فوكس، فبدوس عليها وباجي بالماوس بتاعي هروح حاطط مثلا الشجرة دي. طيب دلوقتي انا حددت الفوكس بتاعي. دلوقتي يا شباب انا هحدد التخبيش اللي هيبقى ورا البلوك بتاعي او ورا الشيء اللي انا عامل عليه فوكس. فلو جيت كده انا كده عملت ان الفوكس 10، ده اعلى حاجة. لو انا جيت رندرت يا شباب هلاقي ان في الصورة عندي ان البلوك ده متغبش او مش شايفه. تمام يا شباب، بعد ما خلصنا الديبس اوف فيلد دلوقتي عندنا الفيو. طيب يا شباب الفيو ده عبارة عن ايه؟ انا عندي في حاجتين، عندي اما برسبكتيف يا اما عندي 2 بوينت برسبكتيف. طيب دي دايما بنستخدمها لما احنا بنيجي نرندر شوتات داخلية، عايزين الصورة عندي تبقى عبارة عن 2D. اخر حاجة عندنا يا شباب وهي المنظور بتاعي من كل حتة. فمثلا هنلاقي عندي التوب، لو اخترت توب هلاقي ان هو جاب لي الشجرة من فوق، لو اخترت فرونت هنلاقي ان هو جاب لي الشجر من جهة الفرونت، وهكذا في بقية الأشياء. تمام يا شباب، ده كان شرح الجزء اللي فوق ده، لأن الجزء اللي فوق ده هو اللي بيتحكم لي في العالم بتاعي جوه الموديل. دلوقتي احنا عرفنا ازاي نتحرك، ازاي عرفنا نمشي، ازاي عرفنا نحط الكاميرا، ازاي عرفنا الديبس اوف فيلد، عرفنا ازاي المنظور البرسبكتيف، وعرفنا ازاي احنا نخليه 2 بوينت برسبكتيف على الجزء اللي على الشمال هنا. طيب ايه اللي فيه؟ لو جينا وقفنا هنا مثلا هنلاقي هنا المنيو ده زيه زي اي برنامج عادي. عندي فايل دي فيها ان انا ادخل نيو بروجكت، او ان انا افتح قصدي نيو بروجكت او اوبن، او اخر حاجه اشتغلت عليها السيف والسيف اس، امبورت تو ريندر، وعندنا ايديت وهكذا وهكذا، فيو، انسيرت، تول، كل الادوات اللي انا ممكن احتاجها في البرنامج عندي. لو جينا وقفنا هنا هنلاقي ان هنا في عندي علامة الامبورت. لو جينا برضو على اليمين هنلاقي اسيست، هنلاقي ان احنا عندنا المكتبة بتاعت الدي 5 ريندر. المكتبة دي يا شباب كبيرة جدا وفيها حاجات كتير حلوة وفيها حاجات كتير فري، فيها حاجات كتير مش مجانية او بفلوس يعني، ولكن الجزء المجاني فيها هو كفيل ان هو يطلع لنا شغل محترم جدا جدا. وهنلاقي ان هي هنا متقسمة، عندي دي الماتيريال وعندي الموديل
اللي انا ممكن استخدمها، اللي انا احط مثلا يعني مثلا لو جيت هنا هو عند الناتشورال هنلاقي ان انا لو جيت هنا هنلاقي ان انا عندي كل الاشجار او النباتات اللي انا ممكن استخدمها. طيب احنا بنعرف منين اذا كان البلوك ده بفلوس او لا؟ ببساطة ان هو بيبقى مكتوب جنب الايقونة بتاعته ان هو برو. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب هنلاقي البلوك ده مكتوب جنبه كلمة برو، فنعرف على طول ان البلوك ده بالاشتراك بتاع برنامج دي 5 ريندر وان انت لازم تدفع له فلوس. تمام، ده كان الجزء اللي فوق عندي هنا اهو احنا كده شرحناه. تمام، نيجي لعندي حاجة هنا اسمها كرييت نيو سين. طب يعني ايه كرييت نيو سين يا شباب؟ هنلاقي ان انا لو جيت مثلا هنا واخترت ان انا عايز المشهد اللي انا واقف فيه ده يتحفظ لي، فهدوس على كرييت نيو سين. زي ما انتم شايفين يا شباب عمل لي سين 1 فوق هنا اهو. طيب دي فايدتها، طبعا دي فايدتها إيه؟ ان انا بحفظ الشطات اللي انا عايز اخدها هنا اهو زيه زي اي برنامج عادي. وفي نفس الوقت لو جيت مثلا يمين ورحت قدام شوية وعايز ارجع للشوت بتاعي تاني بسهولة، بدل ما ارجع امشي جوه البرنامج، لا مجرد ما انا ادوس كليك على الصورة هيرجعني للمكان اللي انا كنت فيه بالظبط. لو جينا وقفنا عند سين 1 يا شباب هنلاقي زي علامة ريفرش او ابديت سين. دي معناها ايه؟ معناها مثلا ان انا لو جيت دلوقتي عملت حاجة في المشهد بتاعي اللي انا واقف عليه ده، مثلا في اضاءة حطيتها او مثلا في زودت الاكسبوجر، عملت افكت معين في المشهد ده وما عملتش ابديت سين، كل حاجة لما هاجي اقف على السين ده تاني هتتلغي. فلازم دايما يا شباب لما اعمل تغيير في السين بتاعتي لازم دايما ادوس ابديت سين، بحيث ان هو دايما يبقى عامل سيف للاخر حاجات انا بعملها. طبعا كل ما عاوز ان انا ازود مثلا مشهد، لو انا عايز اجيب مشهد هنا كده هلاقي ان انا عندي كلمة اد سين هنا، بدوس عليها عمل لي سين 2. نيجي عند اللايرز دي فايدتها ايه؟ اللاير دي لو انا مثلا عندي شغال على مشروع كبير، عندي بلوكات كتير او عندي اجزاء من اشجار او عندي اشجار كتير في الموديل بتاعي، بنصح دايما ان انت تبقى مقسم شغلك في لايرات. ليه؟ لان مثلا لو جيت عند الديفولت لاير اللي هو فيه تقريبا الشجرتين دول بس اللي هم عندي في البرنامج، وجيت هنا ودوست على علامة الهايد او علامة العين، هتلاقي ان هو بيختفوا. طيب ده فايدته ايه يا شباب؟ فايدته وانا بتحرك في البرنامج مش هيكون تقيل، وفي نفس الوقت هتبقى مركز اكتر، هتبقى عارف الحاجات اكتر ومفيش حاجة هتشوشك وانت شغال. ولما تيجي ترندر بتيجي هنا اهو تفتح تاني اللاير اللي انت عايز تفتحه. تالت حاجة عندنا هنا يا شباب، ودي القائمة اللي فيها كل حاجة في المشروع بتاعي. يعني احنا لو شفنا هنا عندي في الاوبجكت هتلاقي ان انا عندي حاجتين بس، هم نفس الاسم اللي هم الشجرتين دول، مفيش حاجة تانية. طبعا ممكن اجي جنب الشجرة دي بس واروح اعمل عليها هايد فتختفي. البورتد هنا دي يا شباب ان انا لو عايز ادخل لو انا مثلا شغال على ملف سكتش اب وعدلت حاجة في السكتش اب وعايز ان هي تتعدل هنا في الدي 5 ريندر وانا مش شغال البلجن بتاع الدي 5 ريندر، ممكن ان انا اعدل في السكتش اب واجي اعمل امبورت تاني للفولدر من غير ما اي حاجه تتغير هنا. لو انت مش فاهمها ان شاء الله مع الوقت هتفهمها اكتر وهشرحها قدام لما نطبق عليها عمل. تمام، لو جينا هنا على علامه التسع نقط دي هنلاقي ان انا عندي كل الحاجات، عندي اللايت، الموديل، الناتشرال، الانيمال، كل الحاجات او كل البلوكات هو مقسمها لي عشان انا اعرف اوصل للبلوكات بتاعتي اللي موجوده جوه المشروع بتاعي، بدل ما اقعد اعمل سيرش هنا. لا انا هنا ببقى عارف انا مثلا انا عايز اشوف الانيمال الحيوانات بختارها وبيجيبها لي. طبعا هنا مفيش لان انا مش منزل انيمال. طيب ايه الحاجات اللي فوق هنا على الشمال؟ طيب الحاجات دي يا شباب لو جينا عند اول واحده هنا اهو هنلاقيها ان هي زي علامه قلم. طيب العلامه دي يا شباب دي خاصه بالماتيريال، بمعنى ان انا بستخدمها لو انا عايز اظبط الماتيريال بتاعتي. فلو جيت مثلا عند الشجره هنا ودوست كليك شمال عليها، هنا هتلاقي ان هو فتح لي كل الخصائص بتاعتها اللي موجوده عندي، كل الخصائص اللي بتخص الماتيريال اللي انا عملت عليها بيك او اللي انا اخترتها.
تمام يا شباب، لو جينا عند القائمة التالتة اللي هنا دي هنلاقي إن هي عبارة عن حاجتين، عندي موف أند روتيت وعندي سكيل. طيب لو أنا خليتها سكيل وجيت كده ورحت شادد مثلا يمين، هتلاقي إن الشجرة عندي بتكبر وبتصغر، أو شادد كده أو شادد في أي اتجاه أنا عايزه، هنلاقي إن البلوك بتاعي عندي أو الموديل بيكبر وبيصغر. طيب لو جيت اخترت أول واحدة هي موف أند روتيت، هلاقي إن أنا أقدر أحرك البلوك بتاعي يمين أو شمال، أو أقدر أعمل له روتيت عادي زي ما أنا عايز. طيب هل أنا هنا بتحكم بس بالموف أند روتيت في الجزء ده بس؟ لأ، أنا ممكن مثلا أختار البلوك ده كده، ممكن نيجي هنا هلاقي إن أنا عندي اللوكيشن بتاعه. لما بختار البلوك بتاعي هلاقي إن أنا عندي هنا هو اللوكيشن بتاعه. هنا إن أنا أقدر أعمل له أحركه في اتجاه الإكس أو اتجاه الواي أو اتجاه الزد، أقدر إن أنا أعمل له روتيشن سواء في اتجاه الإكس أو الواي أو زد. السايز بتاعه أقدر إن أنا أتحكم برضو فيه إذا كان في الإكس أو الواي أو الزد. ممكن أتحكم بيه من هنا، وممكن أتحكم بيه زي ما أنا قلت لكم من هنا. لما بختار البلوك بتاعي يا شباب بيبقى عندي حاجات هنا، الحاجات دي عبارة عن إيه؟ لو وقفنا عند كل واحدة هنلاقي مثلا إن أنا عندي دبليكيت، اختصارها كنترول دي. لو أنا دوست عليها كده هلاقي إن هو عمل لي نسخة تانية من الشجرة بتاعتي أو البلوك بتاعي. خليها هنا. لو جيت تاني وقفت اخترت مثلا الشجرة بتاعتي، لو جيت هنا هنلاقي ان انا عندي فليب، ان انا اقدر اعمل نسخة تانية من الشجرة دي اعمل لها فليب. لو جيت هنا هنلاقي ان انا عندي الفوكس اون. كل الحاجات دي يا شباب بتبقى مهمة بس عشان تعرف ازاي تشتغل في الموديل بتاعك. نيجي للجزء اللي فوق ده. الجزء اللي فوق ده عبارة عن ايه؟ ده يا شباب خاص باللايت. اللي انا لو جيت وقفت على علامة اللمبة دي هنلاقيني ان هو كاتب فيها اد لايت، فدوست عليها هيطلع لي اللي انا عندي 1 هي بوينت لاين، عندي سبوت لايت، وعندي ستريب لايت، وعندي ريكتانجل لايت. سبوت لايت لو انا عندي سبوتات في السقف فبستخدم السبوت لايت، بدوس عليه كليك وبيلاقيه عندي ان هو بينزل عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. ادي السبوت لايت. لما بنزل السبوت لايت او بمسكه بيفتح لي الخصائص بتاعته عندي على اليمين هنا. عندي هنا ان هو الاي اس بتاعه ديفولت، عندي شدة الإضاءة بتاعته، عندي الزاوية بتاعة الأنجل اللي الضوء هيترمي بيها. كل ما بزود القيمة الزاوية بتكبر، كل ما بقلل القيمة بيبقى فوكس على بوينت معين. هنا ده الطول بتاع الإضاءة أو المسافة اللي هتروحها الإضاءة. وهنا عندي اللايت سورس راديوس أو قطر اللايت سورس بتاعي. وهنا يا شباب عندي التمبريتشر والكولر، في إن أنا أقدر أستخدم احط الاضاءه اللي انا عايزها بالحراره. وهنا عندي اللي انا ممكن اختار الكولر بتاع اللون بتاعي هيبقى عامل ازاي. وجينا هنا عندي للباث تول. الباث تول ده هو ايه؟ لو انا عندي يا شباب في انيميشن بعمله مثلا لحركه، او بعمل مثلا انيميشن لحاجه لمول من بره، فعندي عربيات وعندي ناس بتتمشى وعندي مثلا حيوانات كلاب او قطط، بلاقي ان الباث تول ده انا بقدر استخدمه وبعمل بيه حركة للسيارات. فمثلا لما بختاره مثلا عايزين نجيب العربية دي، فهنلاقي ان انا شباب لو انا مثلا رجعت لورا كده وعملت مثلا، انا حددت ان الباث هيبدأ من النقطة الزرقاء دي وهينتهي عند النقطة البيضاء. فزي ما انتم شايفين يا شباب انا اخترت بلوك العربية دي، عمل لي انيميشن او حركة للعربية دي متكررة كذا مرة في الاتجاه ان انا حددتهوله. تمام. فمثلا خلينا نزود نعمل كده، فهنلاقي ان العربية ماشية كده وبتروح للاتجاه التاني، وهكذا كل ما بزود اتجاه العربيات بتمشي فيه. طبعا يا شباب وهكذا لبقية الحاجات. لو انا عندي هنا وعندي هنا الاشخاص. تمام يا شباب. تالت حاجة عندي وهي التولز دي اللي هي ايه؟ عندي برش وباث وسكوت. دي مش هتستخدمها كتير يا شباب او مش هنحتك بيها كتير، فخليها دلوقتي رابع حاجة عندي هنا. دي الحاجات زي ما نقول يا شباب اللي هي فيها environment شوية او فيها حاجات مثلا زي الشلالات او الاحتفالات. بختار مثلا ان انا عندي
مثلا اخترت المية دي او الشلال ده، زي ما انتم شايفين يا شباب اخترت الشلال وحطيته، او ممكن تكون نافورة مش شلال، عادي جدا وما فيهاش اي مشاكل. الجزء اللي على اليمين ده هو الخاص بكل حاجة ليها علاقة بالرندر، فهنبدأ بيه. فأول حاجة عندي هنا يا شباب هي الانفايرمنت يا شباب معناها الجو العام للمشروع بتاعي، أو البيئة اللي حواليا دلوقتي شكلها عامل ازاي. طيب لو جينا لاحظنا هنا يا شباب هنلاقي ان انا عندي حاجة اسمها سكاي لايت، لما بدوس عليها كده بتتقفل لي، ادوس عليها تاني تتفتح. السكاي لايت ده يا شباب فيه حاجتين، عندي جو اند سكاي وعندي الهيدر. الجو اند سكاي ده يا شباب ده اللي هي السما العادية، وهنلاقي ان هنا هو محدد لي زي كورة، واقدر ان انا اتحكم في انا الصبح انا بالليل، اختار الوقت اللي انا عايزه، مغرب صبح شروق، كل حاجة أو الوقت اللي أنا عايزه بقدر أتحكم فيه براحتي جدا. طيب لو جيت هنا مثلا، هنا بقدر أتحكم في الشمس أو اتجاه الإضاءة. زي ما انتم شايفين يا شباب كل ما بلف كده بلاقي إن الإضاءة في السماء مكانها بيتغير. نيجي عند الويذر ده يا شباب، وهو إن أنا بتحكم في الجو أو المناخ بتاعي في الموديل أو في المشروع بتاعي. فمثلا هنا لو جيت عند أول حاجة هلاقي الكلاود اللي هو السحاب، لو جيت قفلته هلاقي إن السحاب عندي اختفى مش موجود. هشغله تاني، هنا أقدر أتحكم في كمية السحاب اللي موجودة عندي، بقدر أتحكم في السمك بتاعها، وفي نفس الوقت بقدر أتحكم في المسافة ما بينها وما بين بعض، بقدر أتحكم في الارتفاع بتاعها. بالنسبة للموديل طبعا بتاعي بقدر إن أنا أعلي السحاب وأنزله زي ما أنا عايز، وفي نفس الوقت بقدر أتحكم في السبيد بتاعه، السرعة بتاعته. طيب هنا في الدايركشن إن أنا بقدر أتحكم في الاتجاه بتاع السحاب بتاعي. ده كده كان الجزء الخاص بالكلاود. تاني حاجة عندنا يا شباب وهي الفوق ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الضبابية، او زي ما بنقول الشبورة. كل ما بنزودها كل ما يبقى في شبورة اكتر واكتر عندي، زي ما انتم شايفين كده. كل ما بنقلل طبعا الشبورة بتختفي. بقدر اتحكم في الارتفاع بتاعها برضو من على سطح الارض، هل هي قريبة من الارض او هي على حسب الارتفاع اللي انا عايزه. تمام يا شباب، ده كان الفوج. دلوقتي لو رحنا عند تالت حاجة وهي الرياح الويند، فلو جينا ضغطنا عليها طبعا نقفل الفوج ونفتح الويند، هلاقي ان انا هنا عندي دي الرياح بتاعتي. هنا بقدر ان انا اتحكم في السترينث بتاعها، واقدر اتحكم في الاتجاه بتاعها. طيب طبعا احنا هنا مش هنقدر نتحكم فيها لان احنا ما عندناش حاجة بتتحرك. بقدر ان انا اعرف الرياح بتتحرك السرعة بتاعتها او الاتجاه بتاعها من لو انا عندي موديل انا حطيته، والموديل ده بيتحرك مثلا زي شجر، فانا عندي ورق شجر، عندي جذع شجرة بيتمايل. طبعا الحاجات دي كلها بتبان في الانيميشن بتاعي لو انا عايز اطلع فيديو كواليتي عالية وطبيعي. نيجي لخامس حاجة عندنا يا شباب وهي المطر بقدر ان انا اتحكم فيه. في اول حاجة هنا دي يا شباب، لو جبته يمين كده يا شباب فهو بيتحول لتلج عندي، لو جبته شمال كده فهو بيتحول لمطر. هنا بقدر اتحكم في السترينث بتاعه، دي كده زي ما انتم شايفين يا شباب ان هو الكمية عندي بتاعته قلت، وكل ما بزود الكمية بتاعت المطر بتزيد. تمام يا شباب، كل ده احنا كنا بنشرح في الحتة اللي هي في الانفايرمنت في الجو اند سكاي، ولكن انا ممكن ما استخدمش السكاي اللي عندي هنا. هو ممكن ان انا عاوز استخدم ملف هيدرا خارجي او من البرنامج. فلو جيت هنا يا شباب واخترت اللي انا عندي هيدرا، او اخترت ال HDRI، هيطلع لي اللي انا عندي هنا اهو. لو دوست كليك شمال هيطلع لي كل الملفات الهيدرا اللي هي بتيجي مع البرنامج. دي الحاجات الديفولت اللي بتيجي مع البرنامج. بقدر ان انا اختار منها اللي انا عايزه. يعني انا مثلا اخترت ده، اقدر ان انا اختار ده، اقدر ان انا اختار ده براحتي، اختار اللي انا عايزه. قبل ما اختار دي يا شباب، عايزكم تعرفوا شباب ان انا هنا اهو لو انا مش عايز استخدم ولا هيدرا من اللي هو مديهالي البرنامج، بخمن هنا اهو وبختار كاستم هنا، بدوس عليها وبختار دي كلها حاجات انا مدخلها قبل كده. بختار ان انا اعمل كاستمايز للهيدرا بتاعتي، واروح اجيب الملف اللي انا عايز ادخله واختاره.
دلوقتي انا اخترت الهيدرا دي اللي هي بتيجي مع البرنامج. هنا انا بقدر اتحكم في اللايت وفي الروتيشن او الروتيت بتاع الهيدرا بتاعتي. فمثلا انا هنا اقدر اتحكم في قوة الاضاءة بتاعت الهيدرا. انا كده خليتها معتومة، او هنا كده خليتها عتمة خالص، وكده لما بزود بتبقى منورة قوي. طيب هنا هو بعمل لها روتيت، بقدر ان انا الف الهيدرا بتاعتي حوالين الموديل بتاعي. طبعا الكلام ده يتفهم اكتر يا شباب لو احنا عندنا موديل، هتحسوا باللي انا بقوله اكتر. ولكن خلينا دلوقتي نفهم بس الجزء ده ايه اللي هنا وبنشرحه، وبعد كده لما نيجي نطبق الدنيا تبقى معانا اسهل. انا هنا ممكن يا شباب لو جيت عند الايقونة دي اقدر ان انا ادوس كليك شمال كده، هيظهر لي ان انا عندي حاجة اسمها سكايلايت وعندي الباك جراوند. طيب ساعات كتير يا شباب انا ممكن اخلي السكايلايت بتاع السماء منور، انما الباك جراوند عايزها هي اللي تاني. تمام يا شباب، بعد ما خلصنا خلاص عرفنا ازاي ان احنا نختار الهيدرا بتاعتنا. عندي هنا افكت الصن انا ممكن اقفلها، يعني زي دلوقتي كده هي مقفولة مش متفعلة، ممكن ان انا افعلها. تمام يا شباب، احنا دلوقتي فعلنا الصن، وهنلاقي ان انا عندي هنا اهو الصن لايت انستنتي دي اللي هي شدة اضاءة الشمس. احنا هنا عشان مفيش برضو موديل احنا حاطينه، مش هتحسوا كل ما بزود او بقلل مش هتحسوا ان في تأثير عندي في الموديل، ولكن لو في بلوك هنلاحظ التأثير ده أوي. هنا عندي الصن ديسك ريديوس، قطر الشمس او حجم الشمس قد ايه. كل ما بزود حجم الشمس بيزيد، فبالتالي القوة او كمية الاضاءة اللي بتبقى داخلة كتير. هنا عندي الكالر تمبريتشر ده المسؤول عن يعني الضوء اللي جاي من الشمس بقدر ان انا اتحكم فيه. طيب في الدايركشن في الاتجاه عندي حاجتين. الديفولت بتاعه لما انا بختار الهيدرا هو بيبقى عامل لي فولو هيدرا، ولكن لو انا عملته كاستم هنا يا شباب بتفتح لي حاجتين. هنا هو عندي اول واحدة دي بتتحكم لي في اتجاه الاشعة بتاعت الشمس. بقعد ان انا اظبطها بحسب مثلا لو انا شغال انتيريور ديزاين وعندي في الشباك ده المفروض داخل منه اشعة الشمس، بقعد ان انا العب في او بقعد ان انا اظبط في الاعدادات بتاعه الجزء هنا، بحيث ان انا اظبط ان الاضاءة او اشعة الشمس تخش من الشباك. وهنا في دي بقدر ان انا اتحكم في ارتفاع او زاوية سقوط الاشعة بتاعه الشمس دي في المشروع بتاعي من جوه، او في التصميم بتاعي من جوه. ده كده يا شباب الجزء الخاص بالهيدرا اللي كنت عايزكم تعرفوه. كده احنا شرحنا الجو اند سكاي وشرحنا الهيدرا. طيب نيجي لتاني حاجة عندنا يا شباب هنا، وهنا الافكت زيه زي اي برنامج يا شباب. عندي الاكسبوجر اللي انا بقدر اقلل واوطي، نفس فكرة الاكسبوجر اللي كان موجود فوق هنا في الكاميرا. بقدر ان انا اعمل الكونتراست بتاعتي، ممكن ان انا لو قللتها زي ما انتم شايفين اقدر ان انا ازودها زي ما انتم شايفين بقى. عندي هنا الهايلايت يقل ويزيد، بقدر ان انا اتحكم فيه. الشادو، السلو، الويل بالانس هنا اللي انا بقدر اتحكم في، يعني زي ما انتم شايفين لما بشدها ناحية الاصفر فالجو العام بتاع الشوت بتاعي او المشروع بتاعي بيبقى اصفر، لو ناحية الازرق زي ما انتم شايفين بقى كله ازرق. تمام. هنا التنت، كل حاجة هنا يا شباب نفس فكرة أي برنامج موجود فيه إفكتات. زي ما انتم شايفين يا شباب لما دوسنا على علامة الكاميرا اللي هي ايمج، هنا ظهر لي الويندو اللي تحت دي كلها. طيب لو احنا هنا يا شباب لو جبناها من الشمال لليمين هنلاقي ان انا عندي المود هو ايمج، هنلاقي جنبيها ان انا ممكن اخرج بانوراما. هنا اللي انا بقدر اتحكم في الزاوية بتاعت الكاميرا، اقدر ابعد واقرب واعمل زوم من هنا. الفوكال لينس برضو بقدر من هنا ومن هنا. العدسة بتاعتي عندي هنا الاسبكت ريشيو، لو انا عندي هنا عايز اخرج مثلا الصورة بحجم الويندو اللي عندي دي بختار الاوريجينال عادي. لو انا عايز اخليها 16:9 فزي ما انتم شايفين عمل لي حدود للصورة بتاعتي من فوق ومن تحت. لو انا عايزها 4:3 زي ما انتم شايفين الحدود تحت اهي اهو كده باينة، ومن فوق برضو باينة 1:1، خليها لي فيرتيكال زي ما انتم شايفين. طيب عندي هنا البريسيت سايز، هنا عندي 2K ان انا اقدر اخرج الصورة 2K 4K لغاية 16K.
نيجي لخامس حاجه يا شباب، وهي الكاستم، اللي انا اقدر هنا ادخل الويدث والهايت بتاع الصوره بتاعتي. هنا يا شباب التشانلز دي هي كل القنوات الخاصه بالريفلكشن واللايت اللي عندي، اللي انا اقدر اخرجها مع الصوره اللي انا عايز ارندرها. تمام، فهي يا شباب مش معمول عليها صح، انما انا لو عايز مثلا التشانل بتاعه الريفلكشن فبدوس عليها كده، وبقدر ان انا اتحكم فيها زي ما انتم شايفين. بقدر اهو زي ما انتم شايفين عندي السكاي ماسك، الماتيريال، الريفلكشن، الزد ديبس، كل الحاجات دي بقدر اتحكم فيها. كل الحاجات دي بتطلع لي. لو انا مثلا عايز الريفلكشن بس فبقفل كله وبختار علامة صح على الريفلكشن. تمام، واخر حاجة عندنا يا شباب وهي الريندر. لو دوست على الزرار ده هيرندر لي الصورة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي اللي انا واقف عليها. ده كده لو انا عايز اخرج صورة مترندرة من برنامج الدي 5 ريندر. طيب لو دوسنا على اكس هنا ورحنا للكاميرا اللي هنا دي كده، وهي دي الفيديو، بيجي هنا يا شباب بيفتح لي القائمة اللي تحت، وفتح لي قائمة زيادة على الشمال، قائمة زيادة على اليمين. هنا قايل لي ده كده كليب 1، انا واقف في كليب 1، وبيقول لي هنا اد كاميرا فيو. فلو جيت يا شباب مثلا ودوست اد كاميرا فيو هنا، وزي ما احنا قلنا ان احنا هنعمل دايما فلاي مش اوربت عشان الدنيا تبقى واضحة، وعملت كده مثلا يا شباب، وعملت كده ونشغل. زي ما انتم شايفين يا شباب بنلاقي لي ان هو عمل لي اللي انا في اول واحدة دي كنت واقف كده ودوست اد كاميرا فيو، وبعد ما عملت فليب للكاميرا بتاعتي دوست على علامة اد كاميرا فيو تاني هنا اهي، وعمل لي الشوت ده. فاجي اشغل هنا ادوس بلاي زي ما انتم شايفين. طيب لو احنا جينا شايفين كده يا شباب هيقول لي ان دي كده 3 ثواني، ان المدة الزمنية بتاعت الفيديو بتاعي دلوقتي هي 3 ثواني. لو انا عايز اخلي المدة بتاعت الفيديو في الفيديو بتاعي ده، عايز مثلا اخليها 8، فاروح دايس كليك واكتب 8 وادوس انتر، فابدا تاني الفيديو من الاول وادوس بلاي. زي ما انتم شايفين يا شباب بقى بطيء اكتر في الفيديو بتاعي. يعني مثلا انتوا كده شايفين، نشغل تاني، انا كده خليت الفيديو 8 ثواني. تمام. طيب لو رجعناه تاني ل3 زي ما كان، خلينا نشغل. زي ما انتم شايفين يا شباب بقى اسرع. الدي 5 ريندر برنامج ذكي، فمجرد ما انا ادخله المده الزمنيه للفيديو بتاعي، عايز مثلا اخليه سي 10 ثواني، فهو بيبدا يظبط الحركه بحيث ان هي تكفي ال10 ثواني. طيب ده كده كليب 1. طيب انا عايز اخد شوت تاني لفيديو تاني، باجي هنا عند علامة البلس دي مكتوب عليها كرييت كليب، فبدوس عليها. بيظهر لي ان انا عندي دلوقتي كليب 2، وان انا اقدر هنا اسميه الاسم اللي انا عايزه براحتي زي ما انا عايز. فباجي هنا اهو مثلا واخلي ان انا هعمل اد كاميرا فيو، ومثلا هاجي للكاميرا وهعمل زوم اوت وهقول اد كاميرا فيو، وهاجي للكاميرا او اروح للديسبلاي، اروح للروتيت واخليها 90، وهقول اد كاميرا فيو. تمام، ونشغل. زي ما انتم شايفين يا شباب انيميشن زي ده كده عملهولي عادي جدا، مفيش اي مشاكل. طبعا يا شباب كل اللي انا بوريه لكم ده تجربه عشان تبقوا فاهمين كل جزء او كل مكان في البرنامج بيعمل ايه، ولما نيجي لمرحله التطبيق ان شاء الله كل حاجه اتشرحت بالتفصيل دلوقتي، لما تطبقوا عليها هتفهموا اكتر واكتر. طب يا شباب انا دلوقتي كده عملت فيديوهين، عايز ابتدي ان انا ارندرهم وخلاص. تمام، مفيش اي مشاكل. هنا بيقول لي الريزوليوشن بتاعي ان انا اقدر اعمل هنا اهو، ادوس كليك يمين، اقدر ان انا هو الديفولت بتاعه 720، فانا ممكن اخليه 1080، عندي 2K 4K براحتي. هنا عندي الفريم ريت، اقدر ان انا اصور 30 فريم و60 فريم. بعد ما بظبط الاعدادات بتاعتي يا شباب ببتدي ان انا ادوس ريندر، والفيديو بيترندر معايا
عادي جدا. كده احنا عرفنا ازاي نطلع الصورة، وازاي عرفنا نطلع الفيديو بتاعنا، وازاي نعرف الاجواء او نغير في الاجواء بتاعة المشروع بتاعنا، وعرفنا ازاي الافكتات اللي هنا، وعرفنا ازاي ندخل المشروع بتاعنا، وعرفنا الماتيريال اللي موجودة في البرنامج وازاي ان احنا نستخدمها. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى الفيديو اللي جاي هو عبارة عن تطبيق للفيديو اللي احنا فيه دلوقتي. بس كده يا شباب، احنا كده شرحنا البرنامج بشكل مبسط بشكل سريع. البرنامج حلو جدا يا شباب، سهل اللي انت تتعلمه، سهل اللي انت تطلع منه حاجات كتير، او سهل اللي انت تطلع منه كواليتي عالية في وقت قصير. وارشح لكم انا منزل في القناة كذا فيديو او كذا ورشة بستخدم فيهم الدي 5 ريندر، بطلع منهم نتائج حلوة جدا. مجرد ما انت تتفرج على الورك فلو اللي انا شغال عليه في الفيديو هتفهم وهتعرف كل حاجة بتعمل ايه وكل حاجة مكانها ايه بالظبط. لو عندك اي سؤال في البرنامج اتفضل اسأله لي، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هو تطبيق على اللي احنا شرحناه النهارده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، وان شاء الله استنونا في الفيديوهات اللي جايه.